بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعة. اقول لكم الاسعار كده بسرعة ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم. واللي حابب برضو يعرف الاسعار هتنزل ولا لا الفترة ديت. الاسعار مش هتنزل خالص يا جماعة دلوقتي، لان ده الموسم بتاع علو سعر الكتاكيت. الناس كلها بتدخل دلوقتي، المزارع كلها بتدخل عشان رمضان وعشان هقول لكم برضو الاسعار بسرعة. المهم عشان ما اطولش عليكم يا جماعة، الكتكوت الابيض النهاردة عامل 23 جنيه و24 جنيه، والكتكوت الساسو عامل من 14 ل17 جنيه. وده طبعا أسعار عمرنا ما سمعناها في أي وقت من أوقات السنة اللي فاتت أو اللي قبلها. الكتكوت البلدي والهجيني عامل من 7 ل8، ودي برضو سعرها غالي جدا. عندنا عروض يا جماعة مرخصة سعر الكتكوت البلدي والكتكوت الساسو ل14 جنيه، لكن في المناطق التانية ب17 جنيه. برضو سعر اللحم يا جماعة غالي جدا، والبيض برضو سعره عالي جدا عن قبل كده. يعني كرتونة البيض عاملة 106 جملة كمان، مش قطاعي، من 106 ل110. ولسه هتغلى كمان يا جماعة، البيض لسه بيغلى والفراخ برضو كمان لسه سعرها بيعلى. سعر اللحم بقى، الفراخ البيضة خارجة من المزرعة ب72 جنيه، وطبعا توصل في المحل لحد 76 و78 كمان. الفراخ الساسو خارجة من المزرعة أو من عند المربيين يعني ب89 جنيه الكيلو. وطبعا ممكن توصل لحد 100 جنيه يعني وفي المحل. والبلد الحر برضو خارج 100 جنيه. المسكوفي برضو اللحم، كيلو اللحم فيه 92 جنيه، خارج من عند المربيين 92، يعني في المحل أكتر من كده. والمولر خارج 82، اما الباكيني خارج 72. سعر التنفيذ 72 جنيه للكيلو. الصغير البط المسكوفي عامل 25 جنيه، والبط المولر عامل 25 جنيه. ده سعر عمر يوم، اما عمر اسبوعين من عند المربيين برضو او المزرعة عامل 35 جنيه. يعني نجيبه من السوق او من عند التجار ب40 او 45 جنيه. الباكيني العادي عامل 17 جنيه ونص، والباكيني الشرفان اللي بيشيل وزن عامل 23 جنيه. يا رب اكون فدتكم يا جماعة، والسلام عليكم.